اسمعوا لهذه الوصفة من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، وتناولوها صباحا ومساء، ممزوجة باليقين وحسن الظن بالله والصبر والتصبر. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلت هذا الدعاء فأذهب الله همي وقضى ديني. تأملوا: فأذهب الله همي وقضى ديني. حينما تتبتل إلى الله وتسمع الله صوتك ومعاناتك، أحسن ظنك بالله، وأنت تدعو ربك أحسن ظنك بالله، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله عن حسن الظن بالله، قال: أن تظن الإجابة حينما تدعو الله أنه سيجيبك.